بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الاستاذ عصام السمري محامي بهيئه الرباط. دفاع ضحايا ديال السرقه ديال السيارات موضوع تحصيل من طرف الشركات الخاصه. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. اليوم بتاريخ الاحد كما تعلمون وكما سبق التصريح على انه سبق في يوم الخميس على ان تم تقديم شخصين موضوع متابعه من طرف النيابه العامه تتعلق بالسرقه والنصب وانتحال الصفه. وفي نفس اليوم صادف ايقاف المتهم الرئيسي ومتهم اخر في هذا الملف اللي هو نفس موضوع هذا السرقه ديال ضحايا ديال الشركات ديال التحصيل. بعجاله وبخلاصه هذا الموضوع هو الان تعرف واحد النقاش حول هذا تعرض مجموعه من الضحايا اللي اسسوا واحد التنسيقيه هي اللي ادت على اساس ان هذا الموضوع يعرف واحد الطفره ويعرف واحد نوعيه من الحركيه على مستوى الراي العام. طبعا كما يعلمون المغاربه على انه هاد الموضوع ديال التحصيل على ان بعض الاشخاص كيوقع لهم انهم ما كيأديوش الاقساط سواء خلال مرحله كورونا او ما بعد، على انهم كانت تتعرض السيارات ديالهم لانها كانت تختلس منهم بعله وجود احكام قضائيه بالحجز او بعلل على عدم اداء الاقساط او ان الامر يتعلق بعقد الايجار. طبعا هذا الموضوع تم معالجته من طرف النيابه العامه التي احالت المسطره الى الشرطه القضائيه بمنطقه الامن الاقليمي بسالا او الشرطه القضائيه ديال بطانه تابريكس اللي عالجت مجموعه من الضحايا. تم تقديم شخصين يوم الخميس تم تقرر ايداعهم السجن المحلي للعرجات واحد. اليوم حضرنا التقديم امام انظار السيد وكيل الملك في مواجهه وانوب على ما يقارب اكثر من 10 ضحايا في مواجهه متهمين. حنا كننتظروا قرار ديال السيد وكيل الملك. على العموم هو التقديم مر في جو قانوني، المسطره جميع الضمانات خادها المشتبه به. الضحايا استمعت لهم الضابطه القضائيه في جو مريح باش نعطيو الناس حقها، لانهم الضحايا كانوا كثار وكما تعلمون كانت 72 ساعه ديال الضابطه القضائيه طلبت التبديد من اجل استماع لجميع الضحايا استمعوا لهم، اكدوا الشكايات. حنا الان كان عندنا واحد الملتمس يتعلق بان الامر يتعلق بمقتضيات الماده 509 على ان الامر بجنايه، هناك سرقه، هناك اكثر من ظرفي تشديد، هنا مقرونه بانتحال صفه، مقرونه بانتحال اعمال ديال الشرطه، مقرونه باستعمال الناقله. وكان عندنا ملتمس بحاله الملف السيد وكيل العام الاختصاص. حنا كنتظروا قرار السيد وكيل الملك وشكرا لكم. واش واحد المتهم اللي دابا داز امام يعني وكيل الملك واش كشف على بعض الافراد العصابه؟ على العموم هو اون جينيرال المسطره باقي ما اتخذش فيها القرار، يعني كتبقى قيد اللي نقدر ناكد لك في خطوط المسطره السابقه اللي خذا فيها القرار السيد وكيل الملك اللي تحالت الجلسه، وانه كانت مجموعه من اشخاص موضوع مذكره بحث السعيد الوطني، وهم جلهم هما اشخاص سبق فصلهم من الشرطه. وهنا تفتح واحد القوس لان المؤسسه الاولى في المغرب في التخليق هي المديريه العامه للامن الوطني. شخصات هذه الحالات ديال الاشخاص كلهم مفصولين بموجب احكام قضائيه. العزل كان بموجب احكام قضائيه في مواجهته. تجي واحد الشركه تبناهم، وهنا تتفتح واحد السؤال: علاش هاد الناس كيتفصلوا من هذه المؤسسه اللي كتأدي واحد الواجب اللي هو واجب ديني وواجب مقدس اللي هو الحفاظ على الامن العام، وكتجي كتبناهم هذه الشركه وكتاخذهم هنا تنبقاو. لان هذه المؤسسه حنا تنعاود ناكد لي ان هي المؤسسه الاولى في المغرب حاليا على مستوى التخليق. كتفصل هاد الاشخاص كتبناهم هاد الشركات تيجيو تيديو لعباد الله السيارات. الان القرار تخاد ديال الايداع ديال متهمين رئيسيين. حنا تنتظروا القرار ديال السيد وكيل الملك. حنا دفعنا بعدم الاختصاص النوعي لان الامر تيتعلق بمقتضيات الماده 509 من القانون الجنائي. وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم رضوان انجروم صاحب وكاله كراء السيارات مدينه سلا. تتم واحد الموضوع اللي تقريبا بعد واحد سنه و4 شهور تقريبا حنا كنعانيو واحد المشكل. اول حاجه غندير واحد الميساج لرجال الامن المنطقه الامنيه ديال مدينه سلا، وبالاخص منطقه سلا بريكت بطانه، على هاد المجهودات اللي قاموا معنا، اللي بقاو كيتصنتوا لنا في واحد المحاضر حتى 4 الصباح حتى 5 الصباح، وقاموا بواحد المجهودات واللي فكوا واحد اللغز ديال واحد العصابه اللي كتنتحل جميع الصفات بما فيها مفوضين قضائيين وبما فيها الاكس بوليس اللي كانوا كيشتغلوا في سلك الشرطه، اكس بوليس اللي تفصلوا من الشرطه. وتم اعتقال رئيس العصابه والمدبر ديال هذه العصابه هذا كامله،
وانا من هذا المنبر هذا كنوجه واحد النداء لجميع المواطنين المغاربه وارباب وكاله كراء السيارات والشركات ديال بيرسون فيزيك. اي واحد سرقت ليه السياره ديالو بلا اجراء قانوني بلا سند قانوني اللي هي حكم قضائي وصيغه تنفيذيه وفتح انابه واللي هي محضر استلام السياره ودي او محضر امتناع، يجيو يلتحقوا عند المنطقه الامنيه ديال مدينه تسلا. تم اعتقال تقريبا نص ديال هذه العصابه هذه، تم اعتقال ديالها والان عند القضاء. وواحد الميساج كنشكروا القضاء النزيه ديالنا ديال مدينه تسلا، المحكمه ديال مدينه تسلا على هذا الملف الثقيل اللي شدات وقالت الكلمه ديالها. وحنا دزنا في هذا الصباح عند السيد وكيل جلاله الملك ديال المحكمه ديال مدينه تسلا، وباقيين كنتسناو ان شاء الله القرار ديال السيد الوكيل. عندنا واحد الثقه كبيره في القضاء ديالنا. انا تقريبا واحد السنه، واحد ما يعادل واحد السنه و4 شهور، عده شكايات. وجهت شكايه رئاسه النيابه العامه، وجهنا شكايه للمديريه العامه للامن الوطني. تحيه للسي المدير العام للامن الوطني السي الحموشي ورجال الحموشي بالاخص ديال مدينه تسلا اللي قاموا بواحد المجهودات وفكوا واحد اللغز يوم الخميس، الا وهو اعتقال واحد رئيس العصابه المدبر ديال العصابه هذه اللي كينتحل جميع الصفات وكيبتز مواطنين على الصعيد الوطني. معنا عشرات ديال الضحايا من مدينه طنجه، من مدينه المحمديه، من مدينه الدار البيضاء، من مدينه الرباط، من مدينه سالا. هادو كلهم تخلص من عندهم ابتزاز بمبلغ مادي وداهم السيارات ديالهم كلشي انتحال الصفه. يعني شي اجراء قانوني ما دارش. انا شخصيا دار لي 5 ديال السيارات. انا شخصيا في ظل جائحه كورونا جا سرق لي 5 ديال السيارات. تيقوم بسرقه السياره بابواب مغلقه والتوجه بها لواحد المستودعات في مدينه الدار البيضاء بلا قرار قضائي، بلا حكم قضائي، بلا انابه، بلا صيغه تنفيذيه، بلا والو. يعني هذا الشيء خطير جدا، هذا عصابه خطيره جدا. وثقتنا في القضاء ديال المحكمه ديال مدينه سالا، وان شاء الله غنسمعوا شي قرار اللي غيفرحنا. السلام عليكم، معكم مواطنه من مدينه طنجه، وحده من الضحايا ديال مدينه طنجه اللي تعرضت للابتزاز من عند رئيس عصابه خطير اللي يقوم بسرقه سيارات بدون سند قانوني. انا وحده من الضحايا اللي خدا لي السياره ديالي وتعرضت للابتزاز تقريبا ما يعادل 70,000 درهم اللي خداو مني، على اساس انهم غيجيبوا لي المان لوفي ديال السياره ديالي. وفينالمون فاش مشيت درت ديكلاراسيون عند وفاء سلف ودرت ديكلاراسيون عند وكيل جلاله الملك مدينه طنجه، وديكلاراسيون واحد اخر عند رئيس محكمه التجاريه بمدينه طنجه. عرفت بانني تعرضت للنصب والاحتيال من طرف هذه العصابه. بالرغم من انني قدمت يوم 4 شكايات بمدينه طنجه، الا انه لم يتم حتى استجابه من طرف السلطات، لان الناس كيقولوا بان يدهم طويله في طنجه بالعربيه تعربت باش تفهم الشريحه البسيطه اللي كاينه في مدينه طنجه. كيقول بان هذا السيد هذا هو الرئيس العام، هذا المجرم اللي كيسرق السيارات ديال الكريدي اللي عند الناس اللي باقي فيهم الكريدي. انا هذا السيد هذا تقدم لي على اساس انه رئيس ضابطه قضائيه، اي رئيس شرطه، ومدير عام ديال مؤسسه بنكيه. انا درت فيه الثقه بيان سور، لان السيد عنده لي بادج ديالو، معاه اسطول، معاه واحد الاسطول ديال الناس تقريبا ما يعادل 12 واحد، كل نوبه كيديبلاصا معاه واحد في شكل، لدرجه ان كيكسبوا الثقه ديال المواطن. من هذا المنبر كنقول انا تحيه نضاليه لرجال امن شرطه سالا، لانهم بالفعل ادوا الدور ديالهم على اتم وجه، واستطاعوا انهم يعلمونا ويشعرونا ونلتحقوا بهم ونأديو حتى احنا الواجب ديالنا ونحطوا حتى احنا الشكايات ديالنا، وخداو بعين الاعتبار واستمعوا لينا. وتقدمنا اليوم كلنا عند السيد وكيل جلالة الملك واتخذت الاجراءات في حق المدعى. كاين مازال بزاف ديال الضحايا في مدينه طنجه، في الجديده، في كازا، في مراكش، في وجده، في جميع انحاء التراب الوطني. كاينين الناس اتخذت منهم السيارات ديالهم بدون حق، بدون سند قانوني. راه اللي شاف هذا الاعلان يبارطاجي مع الخوت، واللي شاف هذا الاعلان يعلم الاخرين ويلتحقوا ويقدموا الشكايات ديالهم. راه كاينه القانون في البلاد، راه حتى حاجه ما كتعلى على القانون، وشعارنا الله الوطن الملك. السلام عليكم، انا ضحيه ديال هاد العصابه اللي كيسرقوا السيارات. داو لي السياره ديالي واخدها عاديه ما فيها لا كريدي لا والو، واخدها مستعمله، عندي كارت كريز ديالي في سميتي. جاو هزوا لي الطوموبيل داوها، واحد فيهم قال لي انا مفوض داك مدير ديال الشركه ديال سلفين، وواحد قال لي انا مدير ديال الشركه ديال تحصيل الديون، وجابوا معاهم طوموبيلات بزاف وزدوا لي طوموبيلتي. ملي مشيت قالوا لي سير لسلفين، راه طوموبيلتك تما عند سلفين.
ملي مشيت سالفين قال لي ما عندناش طوموبيل، سير دعي هذيك العصابه اللي داو لك الطوموبيل ديالك. ودابا الحمد لله هما طاحوا كما تنقولوا، والفضل كيرجع للاستاذ عصام السمري وبطانه، دائره بطانه. فرحنا عرفنا العداله بانه راه في طريق الصواب. نتمنوا القضاء ياخذ لنا حقنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.